السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا اخواتي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. طبعا زي ما انت شايف كده يا برو في الصورة المصغرة جايب لك النهاردة افجر طريقة عمل ارقام فيك في المجال. برنامج سهل جدا وبسيط، تقدر تعمل منه ارقام للتليجرام والواتساب ولاي برنامج عندك، تقدر تعمل منه رقم بسهولة وبدون في بي ان كمان. تمام. وطبعا زي ما احنا متعودين هنطلع على الانترو ونرجع الشرح على طول. الرحمن الرحيم. رجعنا تاني بعد الانترو. وطبعا يا برو جايب لك النهارده افجر طريقة عمل ارقام فيك في المجال كله. طيب، مبدئيا البرنامج ده يعني سهل جدا وبسيط، حتى الحجم بتاعه صغير، يعني مش هيطلب منك اي صلاحيات اصلا. برنامج خفيف كده، يعني ان شاء الله يعجبكم. تمام. وقبل ما نبدأ في الشرح صلي على النبي واشترك في القناة لو انت مش مشترك، وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، وما تنساش اللايك والكومنت الجميل بتاعك، وشوفوا عايزين ايه الفيديو الجاي واكتبوا تحت في التعليقات. طيب، مبدئيا احنا هنعمل حذف بيانات للبرنامج اكني لسه منزله زيك بالظبط. تمام. نروح نعمل كده حذف بيانات. تمام. طيب تعالى بقى نفتح البرنامج. هو ده البرنامج كده زي ما انت شايف. طبعا يا برو زي ما انت شايف كده البرنامج فتح معاك بدون اي مشاكل، ما طلبش منك اي حاجة عشان ما حدش ينزل يتلكك تحت في الكومنتات. زي ما انت شايف طبعا هتنزل تحت كده عندك هنا ارقام من كذا دولة، يعني هو مش حاطط لك الدول وتفتح وتلاقي فيها كذا رقم وكده من نفس الدولة، فاهم؟ الأسوار طالما يعني طالما انت قول السؤال تاني. هو حاطط لك كذا رقم كده تحت بعض، طبعا كل الارقام ديت مختلفة في الدول. تمام. طيب، مبدئيا انت عشان تجيب رقم الموقع ده بيتحدث كل 3 ايام. تمام. يعني ممكن هو مثلا لسه متحدث النهارده، هيتحدث بعد 3 ايام ينزل لك منه ارقام جديده، يكون يعني لسه ارقام جديده كده. يعني سهل ان انت تفعل رقم بدون اي مشاكل وبدون في بي ان. تمام. عايز بقى تفعل الواتساب للتليجرام اي تطبيق عندك تقدر تفعل من الموقع ده. تمام. طيب تعالى مثلا ندخل على اول رقم اللي هو فنلندا. اول ما تدوس عليه يفتح معاك على طول. تمام. هتدوس على الرقم كده ضغطة واحدة هتلاقيه اتنسخ معاك. تمام. زي ما انت شايف كده هنا طبعا ديت رسائل اكواد وكده وصلت على الرقم، كذا حد يعني كان بيستخدم الرقم والموقع ده. تمام. تعالى بقى كده مثلا لو دخلنا على الواتساب، عايزين نعمل مثلا الرقم على الواتس. تمام. فانت هتحط الرقم، طبعا لو محظور انت هتجيب غيره عادي يعني. تمام. طيب ده محظور، هو انت برضو يعني مش لازم يعني تنقي اول رقم، تختار اول رقم كده وتقوم يعني فاهم. Excuse me, where's my house? طيب تعالى بقى كده نجيب مثلا دنمارك ده. هتدوس برضو ضغطة واحدة عليه هيتنسخ معاك. تمام. هتروح هنا كده وتعمل لصق، دوس نيكست. هيقول لك اديت ويسبع على حسب انت النسخة بتاعتك عربي او انجليزي، فاحنا هنكمل. تمام. طبعا لو جاب لك الواجهة دي قال لك انت عايز تعمل اتصال ولا عايز تعمل ارسال رسالة نصية. تمام. فانت دلوقتي هتدوس على اول واحدة
يعني اول حاجة اخترنا التانية بعدين الاولى. تمام. طبعا الرقم ده لو محظور معدل، يعني انت يفضل لو معاك رقم يكون يعني نسخة قصدي تكون معاك من الرسمية مش عليها ارقام، فانت تقدر تاخد الرقم وتفعله على نسخة الرسمية احسن، لان يعني معظم الارقام دلوقتي بتبقى محظورة معدل. تمام. فانت زي ما احنا شايفين كده هو مش محظور معدل، هو شغال معدل عادي، وبيقول لك الكود هيوصل بعد ساعة. تمام. لو دوست اوكي وجد دوس هنا تاني هيقول لك كول مي. طبعا البرنامج مش بيدعم مكالمات، فانت مش هيوصل لك مكالمة. عايز بقى تستنى الساعة. تمام. يعني انت اصلا لو استحملت تستنى الساعة عادي. عايز بقى تجيب رقم غيره وتعمله. طيب الساعة دلوقتي 7:00. تمام. طيب الثغرة بقى في الموضوع ان انت تعمل كده لصق للرقم. تمام. هنفترض ان الساعة دلوقتي 8 بالظبط. تمام. لازم المواقع بالذات يا جماعة، يعني المواقع ديت كل ارقامها او اي موقع يعني عموما عشان توصل الكود في الموقع لازم تحط الرقم على الساعة بالظبط. تمام. طيب انت يعني معرفتش تحط الرقم على الساعة بالظبط تعمل ايه؟ كانت 7:01، 7:02، 7:03. يا عم بص، انت معاك من اول مثلا اقصد يعني الساعة لما تكون 7 بالظبط او 8 بالظبط، مهما كان بقى الساعة كام لازم تكون بالظبط. تمام. طيب دلوقتي مثلا الساعة جت 7:04، احنا عايزين نطلب الكود. هل هيوصل ولا لازم استنى للساعة 8؟ لا عادي، انت معاك دلوقتي من اول الساعة 7 بالظبط لحد الساعة 7:10. تمام. يعني انت معاك اول 10 دقايق في الساعة تقدر تفعل فيهم رقم يوصل لك الكود بدون اي مشاكل. تمام. دلوقتي طبعا عشان الساعة 7:03 فاحنا يعني الوقت فاتنا انا يعني. تمام. فانت لو دوست كده نيكست هيجيلك نفس الحوار، تعمل رسالة نصية زي ما انت شايف، مش هيوصل الكود. تمام. طيب كده يا جماعة، يعني هو الموقع يعني عموما هو سهل جدا وتقدر تعمل منه أرقام، سواء بقى أنت عايز تعمل مثلا للواتس أو التليجرام أو أي تطبيق تاني. طبعا يعني حاجة سهلة يعني. تمام. وأكيد إن الموقع ده أنتوا عارفينه كلكم. عايز بقى تجيب رقم تاني، طبعا عندك هنا دول فرنسا وأمريكا والولايات وفنلندا والدنمارك. تمام. وفي روسيا، وممكن تلاقي الولايات المتحدة ديت عادي برضو. تمام. وعندك برضو هولندا اللي محدش برضو بيعرف يفعل منها، برضو هنا سهلة ان انت تفعلها خالص. لو انت دخلت على الرقم هتلاقي ان وصل هنا اكواد كتيريات. تمام. يعني البرنامج شغال والموقع شغال والارقام كلها شغالة زي ما انت شايف. تمام. كده بروحنا وصلنا لنهاية الفيديو. طبعا زي ما انت استفدت من الفيديو عايزك بقى تفيدنا كمان، يعني ما تنساش اللايك والاشتراك وفعل الجرس، وما تنساش رأيك في كومنت عن البرنامج ده. وانا عايز تكتب رأيك بعد ما تجرب البرنامج. تمام. يعني ما تنزلش تكتب تحت وانت ما جربتوش. تمام. عايزك تجرب البرنامج وتعالى اكتب لي رأيك تحت في الكومنتات. تمام. بس كده يا برو، اشوف وشك على خير فيديو جاي. سلام.